السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ معاكم احمد. النهاردة هنتكلم عن السولار سيلز. خلينا نبدأ الموضوع الاول ان السولار سيلز برضو بتتسمى باسم فوتوفولتيك سيلز، ودي بتستخدم عشان تحول الفوتونز او الفوتونز، يعني بنستخدمها في ان هي تعمل لي فولتج، فعشان كده اتسمت باسم فوتوفولتيك سيلز. كمان السولار سيل كتعريف جنرال هو ديفايس، جهاز بيحول اللايت انرجي لالكتريكال انرجي، يعني بيحول طاقة الضوء لطاقة كهرباء through photovoltaic effects. الفوتوفولتيك effects معناها generation of current and voltage، يعني انا بستخدم الفوتون عشان يعمل لي current و voltage، فاحنا سميناها باسم فوتوفولتيك لهذا السبب. ولكن طبعا الاسم الاشهر ليها هي السولار سيلز. كمان السولار سيل بتتكون من ماده السيمي كوندكتور، عشان برضو تبقى عارف ماده السيمي كوندكتور دي ماده بتكوندكت الالكتريسيتي افضل من الانسيوليتور، ولكن هي اقل من المواد الكود كوندكتور اللي هي زي الميتال. وكمان الموست كومن سولار سيل بتتكون من سيليكون، يعني البي ان جانكشن بتاعها بيكون معمول من ماده السيليكون، ده الموست كومن. لكن في طبعا حاجات تانية معموله من الاورجانيك وكده. وبرضه لازم تبقى عارف ان السولار سيل ليها بنفيتس كتير جدا جدا، زي مثلا الساتلايتس دي هي مصدر الطاقة بتاعها هو السولار سيل. في حقيقة الامر الصورة دي برضه مهمة جدا انك انت تلاحظ فيها حاجة، ان الشمس بتاعتنا لونها ابيض. يعني الشمس بتاعتنا مش لونها اصفر ولا برتقاني، لا الشمس في الحقيقة لونها ابيض. فانت كطالب ساينس لازم يعني تبقى عارف المعلومة دي. هي كمان لونها ابيض بالنسبة لعينينا احنا، يعني لو واحد تاني عينيه رينج الويف لينث بتاعها مختلف فهيشوفها بلون تاني، لكن بالنسبة لعينينا احنا لونها ابيض. فانت لما تيجي ترسم في كراسة الرسم ترسمها باللون الابيض مش باللون الاصفر. يعني دي معلومة هامشية على جنب تبقى عارفها. السيمي كوندكتورز بقى نوعين. النوع الاول انترنسك سيمي كوندكتور اللي هو بيسميه البيور زي السيليكون، حاجه بيور كده سيمي كوندكتور، او اكسترنسك، دي ماده بيبقى احنا عاملين دوبنج فيها، وبتبقى نوعين، يا اما ان تايب يا اما بي تايب. طبعا البي تايب بقى ان انا بشيل واحده سيليكون وبحط حاجه تراي فيلنت، والان تايب ان انا بشيل السيليكون برضو وبحط حاجه بنتا فيلنت. والكلام ده انتوا عارفينه في ثانويه عامه، ومش يعني مش هندخل فيه بالتفصيل بس بفكرك بيه. طيب ايه هو البي انجنكشن؟ بي انجنكشن ده عباره عن جزء كان اسمه بي تايب وجزء كان عندي اسمه ان تايب. البي تايب ده بيبقى عندي امتي هولز فيه، والان تايب ده بيبقى عندي فري الكترونز، وعندي منطقه في النص كان اسمها الدبليشن ريجن. الدبليشن ريجن دي كانت بتتكون من بوزيتيف 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 نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف، فانا عندي بوزيتيف ونيجاتيف يعملوا لي الكتريك فيلد. طيب اتجاه الالكتريك فيلد ازاي؟ من البوزيتيف للنيجاتيف، يعني ماشي من اليمين للشمال، كانه ماشي كده، يعني من البوزيتيف للنيجاتيف. طيب كويس قوي. لما الفوتون بقى بيهت جزء من، يعني بيهت او بينتراكت مع جزء من السيليكون، في ثلاث احتمالات بتحصلوا. الاحتمال الاولاني ان الفوتون يعدي من حته السيليكون ولا كانه شايف حاجه، وده غالبا بيحصل للفوتونز اللي الانرجي بتاعتها قليله قوي، فما بتاثرش مع السيليكون، بيحصل ممكن سكاترنج او حاجه بس للفوتون. الحاجة التانية ان الفوتون نفسه يحصل له ريفليكشن، يعني الفوتون ينزل يحصل له ريفليكشن من على السيرفس يرجع تاني في ايا كان بقى الريفليكشن والدايركشن اللي حصل له فيه ريفليكشن. الحل التالت والاهم ان الفوتون يحصل له ابزوربشن من السيليكون بتاعتي، والكلام ده بيحصل لو الفوتون انرجي بتاعتي اعلى من السيليكون باند جاب فاليو. يعني لازم ان لو انا عندي ده كده حته السيليكون، فانا عندي جزء هنا دي الفيلد باند، وعندي جزء هنا اسمه الايه الفالنسي باند. الفالنسي باند هم الاوتر موست الكترونز اللي عندي في السيليكون. الاوتر موست الكترونز لو تفتكر السيليكون كان اخره 4، عشان كده كنا بنقول عليه السيمي كوندكتور، فالاوتر موست فيه 4 الكترونز. لو الانرجي اللي خدها قد الباند جاب دي، الباند جاب او الانرجي جاب دي، فساعتها الالكترون هيطلع من الفالنسي باند يروح للكوندكشن باند. اوكي، فده الشرط اللي عشان يحصل ابسوربشن لازم الانرجي تبقى اعلى من، على الاقل اعلى من الايه، من الانرجي جاب او الاي جي اللي هي الانرجي جاب بتاعتي. طب ولما بيحصل ان الالكترون بيطلع من الفالنسي باند ويروح للكوندكشن باند، بيتكون عندي حاجه اسمها الكترون هول بير. يعني يبدا ان الالكترون يطلع هنا، بقى هنا عندي الكترون ويسيب مكانه ايه، هول، فعشان كده بنقول ده بيعمل جنريشن لالكترون هول بير. وسامتايمز احيانا بيبقى عندي هيت، وده بيعتمد على الباند ستراكشر، يعني احيانا مش بيتكون الكترون هول بير وبيتكون هيت، وهنعرف الكلام ده ازاي بيحصل. هل دايما الالكترون هول بير مفيده؟ ديبند. يعني ايه؟ دلوقتي انت لو انا عندي شعاع ضوء، انا قدامي 3 احتمالات اروح فيهم. الاحتمال الاولاني ان انا انزل على البي تايب،
الاحتمال التاني ان انا انزل على الان تايب، الاحتمال التالت ان انا انزل على الدبليشن ريجن. طيب في حالة الامر انك لو نزلت على البي تايب او الان تايب ما بتفرقش، ولو نزلت على الدبليشن ريجن لا هنا هتفرق كتير جدا. ايه اللي بيحصل بقى؟ بص يا سيدي، تعال نفترض ان الشعاع بتاعي يحصل له انتر اكشن على جزء اوتسايد الدبليشن ريجن، يعني هنا او هنا. فايه اللي هيحصل؟ الجزء اللي باللبني ده اعتبره هنا دي سيليكون، تمام؟ فاعتبر ان شعاع الضوء نزل على جزء من السيليكون، هيحرك لي الكترون من الفالنسي باند للكوندكشن باند، فبيكون لي ايه؟ بيكون لي الكترون باللون الاحمر كده، وهيكون لي هول. طيب شايفين الهول دي حواليها الكترونز فري قد ايه؟ طيب الانتر اكشنز اللي ما بينهم هيحصل بينهم ايه؟ هيحصل بينهم اتراكشن، جذب البعض، ان الهول بوزيتيف والالكترون شايف الهول، فهوب هيروح عامل ريكومباينيشن. لما يعمل ريكومباينيشن بيخرج لي انرجي. طب الانرجي دي بتروح فين؟ بتروح كهيت انرجي. ليه؟ الانرجي دي بتتراكت مع السيليكون اتومز اللي موجوده، فبتعملها فايبريتنج. تلاقي السيليكون اتوم بدل ما هي واقفه في مكانها لا بتفايبريت، طالعه نازله طالعه نازله كده، كانها زي السبرينج. فاكرين تجربه السبرينج بتاع هوكسلو؟ كان يقعد يطلع ينزل كده، فهتفضل طالعه نازله طالعه نازله حوالين نقطه معينه لحد ما ايه؟ تخلص الانرجي بتاعتها ويحصل لها دامبنج، والحراره تخلص منها وتطلع مع السراوندنج. حركه السيليكون دي بنسميها اللاتس فايبريشن، ولكن ليها اسم ساينتفك، لازم بقى انت راجل ساينتفك تبقى عارفه، اسمه فونونز. فحركه اللاتس فايبريشن بتاعت السيليكون دي بنسميها اسم فونونز، مش فوتونز، عشان بس في ناس بتفتكر فوتونز، لا دي اسمها فونونز. الفونونز دي حركه ميكانيكال، يعني انا عندي السيليكون بيتحرك فوق تحت فوق تحت فوق تحت، لكن الفوتونز دي الكترومagnetic ويف، ده موضوع تاني. طيب او بعد ما بيحصل الريكومباينيشن ده، بدل ما يبقى هيت انرجي لا يخرج لي في هيئة فوتون او ضوء. ففي كلا الحالات انا ما استفدتش، انا نزلت ضوء. هل انا عملت كهرباء؟ هل ظهر لي كهرباء؟ انا عامل اصلا السولار سيل دي ليه؟ عشان الكهرباء، فما طلعليش كهرباء، فانا هنا ما استفدتش. نفس الفكره لو نزل في البي تايب، هيكون لي الكترون وهول، الكترون حواليه هولز كتيره، فيبدا ايه؟ واحده منهم تعمل له اتراكشن، فاول ما يعمل اتراكشن ليها هوب بتلاقي الالكترون راح في الهول، رجعت ايه؟ نيوترال تاني. فالهول اللي اتكون راح، يعني انا كل هول هنا اتكونت راحت. ليه؟ لان اتكون عندي هول بس الكترون راح لهول تانية، فيفضل العدد كونستانت ما يتغيرش. يعني هنا مثلا دول 1 2 3 4 5 6 7 8، راح مكونة واحدة 9 والكترون، فالالكترون ده يروح مع واحدة من ال9 دول يرجعهم 8 تاني، فما استفدتش بيهم حاجة وما حصلش اي استفادة. اصبح ان الاستفادة الوحيدة اعتقد هتبقى فين بقى؟ طبعا في الدبليشن ريجون. فيري جود. فالدبليشن ريجون هي المنطقة الوحيدة اللي احنا هنستفيد منها. بفكرك ان الدبليشن ريجون دي جواها الكتريك فيلد اتجاهه كده. ليه بقى بفكرك؟ لاني هستخدمه دلوقتي لما يحصل بقى افتر فورمينج الكترون هول بير، لما يتكون هنا بقى الكترون وهول هنا. يعني انا دلوقتي هنا اتكون عندي الكترون وهول. طيب في الكتريك فيلد بيأثر ازاي على الالكترون وبيأثر ازاي على الهول؟ الهول بنعتبرها زي البوزيتيف تشارج، فالبوزيتيف تشارج بتمشي مع اتجاه الفيلد، فهتمشي كده ناحيه البي تايب. طب الالكترون بيمشي ازاي؟ عكس اتجاه الالكتريك فيلد، فهيمشي الناحيه التانية. فبنقول ايه؟ after forming the electron hole pair، بعد ما بنكون الالكترون هول بير، the internal electric field inside the depletion region، الانترنال electric field اللي موجود عندي هنا هيعمل accelerate، يعني هيدي فورس اللي هي كولومز فورس. كولوم فورس هتبدا ان انا عندي فورس، الفورس دي تعمل لي اكسلريشن لمين؟ للايه؟ للالكترون بتاعتي والهول بتاعتي. الهول هتعمل لها اكسلريشن ناحيه البي تايب، والالكترون هتعمل لها اكسلريشن ناحيه الان تايب. فهيحصل ايه؟ عمال اعمل ايه؟ يتكون عندي الكترون هول، شويه يجوا هنا وشويه يجوا، فيوصل في الاخر ان انا يحصل عندي اكيوميليشن لايه؟ لعدد الكترونز هنا كبير، وهنا اكيوميليشن لعدد هولز كبير. يعني انت شفت عمال بقى كل فوتون ينزل هنا يعمل لي الكترون وهول، فتلاقي الهول راحت هنا والالكترون راح هنا، فانا عمال ازود عدد الايه؟ الالكترونات. طب تعالى بقى نوصل دي، لو وصلتها هنا بتو ميتالز كده هنا كده على التو سيلز، ووصلت التو ميتالز دول بلمبة مثلا او باي سورس، فهيبدأ ان ايه؟ اشعة الشمس بتنزل على الفوتو سيلز بتاعتي، والفوتو سيلز بتاعتي تبدأ ان هي تديني كهرباء، فالكهرباء بتاعتي بقى بتشغل اللمبة. يعني ليها طبعا جزء تاني هندسي مش هنتكلم عنه، احنا يهمنا بس الجزء الفيزيكال. وايه اللي ممكن واحد يسألني سؤال، ايه اللي بيخلي الالكترونز يعني تتحرك؟
بص، نتيجة ان عدد الالكترونز زاد فبيحصل ريبالشن فورس بينهم وبين بعض. الريبالشن فورس دي بتخليهم عايزين يبعدوا، طب ما بيلاقوش قدامهم مسار غير مسار اللي فيه الريزيستور بتاع اللمبة، فيقول لك انا امشي في المسار ده، اي نعم هستحمل رخامة الريزيستنس ولا استحمل ايه الفورس اللي هنا الريبالشن فورس. فده اللي بيحصل، بيقول لك if we connect two metallic contacts to the cell and attach the device such as bulb، يعني انا عملت bulb attach للديفايس بتاعي، السيل بتاعتي، electrons will repel each other، هيعملوا repulsion ما بينهم وما بين بعض، and begin to flow through the circuit، وبعدين هيبتدوا يبجن ان هم يحصل لهم flow للسيركت. كويس قوي. طب السولار سيل اي في كاركترستكس ده بقى حاجه مهمه جدا وليها علاقه بالسولار سيل. اول حاجه عندي مصطلح لازم تبقى عارفه اسمه شورت سيركت كارنت. ايه الشورت سيركت كارنت؟ تفتكر كده زمان لما كنت اقول لك عندي بطاريه، والبطاريه دي وصلتها مثلا بلمبه، وجيت خدت برضو البطاريه دي وصلتها بسلك فاضي، فهل اللمبه هتنور؟ كنت في ثانويه عامه تقول لي لا اللمبه مش هتنور، ليه؟ ده كده عندي شورت سيركت. هي نفس الفكره. الشورت سيركت كارنت هو الكارنت ده بيحصل للسولار سيل لما الفولتج اكروس ذا سيل بيبقى زيرو، الفولتج بصفر، فبيبقى عندي شورت سيركت. يعني شورت سيركت يعني اللمبه بتاعتي مش هتنور، ما عنديش بوتنشال ديفرنس يخلي اللمبه بتاعتي ايه تنور. طب الشورت سيركت اللي احنا نقصده هنا بقى في الفوتو سيل يعني بيختلف شويه. نقصد ايه معنى شورت سيركت كارنت؟ ده معناه ان انا وصلت للماكسيمم كارنت اللي بيجي من الضوء. يعني انا الضوء قعد ينزل ينزل ينزل، فالضوء عمل لي ماكسيمم كارنت، فبنسمي الماكسيمم كارنت ده هو الشورت سيركت كارنت. ده الماكسيمم كارنت اللي السيل بتاعتي وصلت له. ده بيحصل امتى؟ لما الفولتج اكروس ذا سيل بيكون زيرو. ليه بقى؟ ليه بيكون زيرو؟ لان ده معناه ان انا كل شعاع ضوء نزل على الدبليشن ريجون اتحول اللي قلنا ايه؟ هول والكترون. الهول بتجري ناحية البي والالكترون بيجري ناحية الان. اول ما بيجري ناحية الان بيمشي في السيركت على طول، ما بيستنوش يتجمعوا. لو اتجمعوا هيعملوا لك فولتج، لكن هما ما بيتجمعوش، بيمشوا على طول. فبيمشوا على طول ده معناه ان هي ايه؟ شورت سيركت. طب بيعتمد على ايه؟ طيب انا عايز ازود عدد الالكترونات، تتوقع اعمل ايه؟ يعني حاجة بسيطة جدا، ازود شدة الاضاءة. يعني مثلا لو انا بنور بكشاف، لا اخليهم كشافين، 3 كشافات، فزودت شدة الإضاءة فأنا زودت عدد الإلكترونات فأنا زودت الكرنت. كلام منطقي. كمان الزاوية بتاعت سقوط الضوء بتفرق. يعني حديثا السولار سيلز بتاعتي بقت متوصلة بموتورز، الموتورز دي بتمشي مع اتجاه الشمس وهي ماشية، بحيث ان يعني دايما تلاقي ان الزاوية اللي ما بينهم مش عشوائية كده. يعني ما تلاقيش مثلا الشمس ضاربة مثلا وقت الغروب، تلاقي الشمس ضاربة في ظهر السولار سيل، انا كده استفدتش حاجة، في لوس كتير حصل. فدايما في موتورز بتظبط لي الانجل دي، وطبعا الانجل دي يعني ليها ظبطة معينة، وليها طبعا يعني برامج بتمشي تبعا للتوقيت. طيب الاوبن سيركت فولتج نفس فكرة الدايرة. اوبن سيركت فولتج كأني عندي مثلا دايره وحطيت ريزيستنس كبيره جدا 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 جدا. طب الريزيستنس الكبيره دي هتعمل ايه في الكرنت؟ هتعيق الكرنت جامد. طب افرض كبرت الريزيستنس دي وصلتها لما لا نهايه. يعني ايه ما لا نهايه؟ يعني كاني فتحت الدايره. طب معنى ان انا فتحت الدايره ده يحصل ايه؟ ده هيحصل ان زيرو كرنت، الدايره مفتوحه، هل في كرنت؟ لا. فالاوبن سيركت فولتج ده بيحصل occurring at zero current، وده الماكسيمم فولتج بتاع السولار سيل، ده الماكسيمم فولتج اللي اتكون. طب ده بيعتمد على ايه الماكسيمم فولتج او الفولتج ده؟ الفولتج ما هو الا ايه؟ تجميع الشحنات على الميتاليك بليتس اللي احنا حطيناها في السولار سيل. طيب تجميع الشحنات ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على درجة الحرارة. كل ما درجة الحرارة تزيد تجميع الشحنات على البليت ده هيقل. معنى ان تجميع الشحنات على البليت يقل ده معناه ان الفولتج هيقل. فالفي اوبن سيركت اللي هو الماكسيمم فولتج، زي ما التاني كان ماكسيمم كارنت، ده الماكسيمم فولتج هيقل. كمان ليها علاقة بطريقة التصنيع. طريقة التصنيع بقى دي ليها تفاصيل كتير قوي مش هندخل فيها، فهي المانيفاكتشرنج وعندي التمبريتشر، دول الحاجتين اللي بيأثروا على الاوبن سيركت فولتج. تقول لي طب بتعتمد على الانتنستي؟ بص، هي بتعتمد بنسبة قليلة قوي قوي على الانتنستي. يعني الانتنستي مش عامل مؤثر قوي، بس يعني ممكن نقول مش قوي، يعني مش هناخدها في الاعتبار، ولا هي ولا الاريا اللي بتتعرض للضوء. طيب
واحد من البارامترز المهمة جدا هو الفيل فاكتور. الفيل فاكتور اوف سولار سيل واحد من البارامترز المهمة اللي بيعرفني ايه بقى، بيعرفني البرفورمانس، الاداء بتاع السولار سيل. كده كأن عندك موظف عايز تعرف الاداء بتاعه، فنشوف الفيل فاكتور بتاعه. الفيل فاكتور بيعرفني الاداء بقى. ولكن ده كلام كده، يعني ايه ده كلام كده بالبلدي؟ رياضيا بقى بيعبر لي عن ايه؟ رياضيا بيعبر لي عن السكويرنس ميجر. السكويرنس بيقيس السكويرنس بتاع الاي في كيرف. يعني الايديال كيس ان انا يبقى عندي سكوير بالشكل ده، ولكن اللي بيحصل ان السولار سيل بتعمل لي الشكل الايه، الكيرف ده. فطبعا انت بقى بتقارن الحاجه دي بالايه، بالايديال كيس. فهو بيميجر السكويرنس، وزي ما قلنا السكويرنس ده بيعبر على الافشنسي. هنا الافشنسي تعتبر 100%. الافشنسي لو عمل المربع ده، هنا الافشنسي بتاعتي 100%. لكن اقل من كده كل ما تبعد عن السكوير ده، لا كده الافشنسي بتاعتي بتقل. فاحنا بنعرف الفيل فاكتور كتعريف رياضي اللي هو ريشيو ما بين الماكسيمم باور اوتبوت، الماكسيمم باور اللي بيطلع لي، الماكسيمم باور اللي بيطلع لي من السولار سيل، على الثيوريتيكال باور اللي مفروض اصلا يطلع. يعني مثلا نظريا المفروض يطلع باور قد كده، ولكن عمليا ده ما بيحصلش. فالفيل فاكتور هو ايه؟ ريشيو ما بين الماكسيمم باور اللي بيحصل عمليا على الثيوريتيكال باور اللي المفروض بيحصل ايه، نظريا. طيب فهو عبارة عن ايه؟ الباور ماكسيمم ده اللي بيظهر لي، اللي انا هقيسه معمليا، هشوف بيتقاس ازاي معمليا، على النظرين. ايه النظرين؟ ايه ماكسيمم باور؟ ماكسيمم باور هو عند ماكسيمم فولتج اللي هو الفي اوبن سيركت، وماكسيمم كارنت اللي هو ايه، اي شورت سيركت. مش احنا اتفقنا اي شورت سيركت ده الماكسيمم كارنت، والفي اوبن سيركت هو الماكسيمم فولتج. طب ماكسيمم فولتج ماكسيمم كارنت يديك الثيوريتيكال النظري المفروض يطلع ماكسيمم قد ايه. لكن البي ماكسيمم اللي فوق ده، ده اللي انا قسته، ده اللي انا قسته في المعمل. انا بسميه ماكسيمم لان ده اللي هي طلعته لي ماكسيمم، بس نظريا هي تطلع اكتر من كده. فالفيل فاكتور ده اعلى قيمه ليه مثلا واحد. طيب افرض هو مثلا 0.3 0.4، ال 0.4 احسن. فكل ما يبقى الفيل فاكتور قريب من الواحد، كل ما معنى ان الافشنسي بتاعت او البرفورمانس، بلاش اقول الافشنسي، هي البرفورمانس بتاعت السولار سيل بتاعتي افضل. فالفيل فاكتور من الحاجات المهمة جدا. فبنقول بقى ان هاي فيل فاكتور ده بيindicate more efficient solar cell. طب الفيل فاكتور ده بيعتمد على ايه؟ بص، الفيل فاكتور بيعتمد على حاجات ليها علاقة بالتوصيلية بتاعة الدايرة، زي السيريس ريزيستنس والشانت ريزيستنس، ودول احنا مش هندخل فيهم. ولكن برضو بيعتمد على التمبريتشر بتاعة الجو بتاعتي قد ايه، وبيعتمد على الريكومباينيشن لوسز. انت مين قالك ان كل الضوء اللي بينزل على الدبليشن؟ ده اول حاجه. تمام. تاني حاجه، مين قالك ان كل اللي بينزل في الدبليشن بيحصل له ان بيتاثر بالفيلد ويمشي ناحيه الان والتاني يمشي ناحيه البي؟ لا، ما بيحصل ريكومباينيشن. فالريكومباينيشن لوسز ده يعني برضه بيأثر. فده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على، وركز معايا في الحته دي وهنجيلها في الاخر وهفكرك بيها، بيعتمد على نوع السولار سيل. يعني البروبرتيز بتاعت السولار سيل ايه. الشغل العملي بقى بتاعنا عبارة عن ايه؟ الشغل العملي كالتالي: انا بقول عندي الانتنستي بتاعتي بظبطها ان هي مثلا 5 لكس او 4 لكس او 3 لكس زي ما يجي يقول لك مثلا في الامتحان. وببدا اشوف الاي والفي. طب بشوف الاي والفي ازاي؟ انا عندي فاريبل ريزيستور. الفاريبل ريزيستور دي بفضل احركها لحد ما اجيب الماكسيمم فولتج. المفروض عند ماكسيمم فولتج اللي هو الفي او سي يديني كارنت بصفر، بس انا ما بقدرش اوصل للفي او سي طبعا لان ده قيمه نظريه مش هقدر اوصل لها. فبنوصل للماكسيمم فولتج بلاقي الكرنت 0.00 مثلا 3، يعني 0.004. طب افرض ديته عمال يلعب 0.03 0.04، ده طبيعي انه يلعب؟ اه طبيعي. ليه؟ هل الزمن، يعني انا دلوقتي السولار سيل دي بتعمل ابسوربشن للضوء، هل في الثانيه الاولى زي الثانيه الثانيه؟ لا طبعا، في حاجات بتدخل فاكتورز كتيره جدا زي التمبريتشر، زي ريكومباينيشن لوسز. فدي حاجات انا ما اقدرش ياثر عليها. دي حاجه اسمها راندوم ايرور. راندوم ايرور دي يعني انا ما اقدرش اتحكم فيه، ده راندوم، حاجه راندوم بتتحرك. ولكن الراندوم ايرور ده بيبقى ويزن رينج، فانت هتلاقي الرقم حتى لو بيتحرك معاك فانت في رينج كده هتلاقيه في النص ما بينه، خد الرقم ده. وبعدين تفضل تقلل الفولت واحده واحده وهتلاقي ان الكرنت عمال يزيد. تقلل الفولت والكرنت عمال يزيد. حلو قوي. توصل لحد ايه؟ تاخد 20 قرايه، 20 قرايه لحد ما توصل لاقل حاجه
فولتج وصلت لها واعلى كرنت وصلت له. هتيجي ترسم الرسمه بتاعتك مثلا عند، خلينا نفترض ال5 لكس، هتلاقيها بالشكل الكبير ده. طبعا هي مش هتطلع حلوه كده زي ما هي ما انا راسمها كده، لا لا طبعا، هي هتطلع شكلها ايه يعني كيرفت كده بالشكل ده، يعني كيرفت شويه عندها، يعني دي قريبه شويه من السكويرنس، لا هي هتطلع كيرفت، مش هتطلع بالشكل اللي هو القريب قوي من السكويرنس ده. ولكن هتلاقي هنا عندها نقطه هنا، النقطه هنا اعلى كارنت كان اسمه ايه شورت سيركت، وهنا اعلى فولتج بنسميه الاوبن سيركت فولتج. ما تنساش دول، ودول اكيد انت مش تنساهم طبعا، يعني من الثانويه العامه اتهريت فيهم. طيب وهنحسب الباور ان انا اضرب الاي في الفي، ورسمت الرسمه الاولى اللي هي بتاعه الكارنت والفولتج، وبعدين هرسم الرسمه الثانيه بتاعه الباور. هكرر نفس الكلام، بس بدل 5 لكس اخليها مثلا هنا 3 لكس او 4 لكس على حسب ما هيقولك. وهرسم برضو رسمة بالشكل ده، وهرسم الرسمة التانية بالشكل ده. تقولي طب انا رسمت الرسومات ليه؟ اصبر عليا، اصبر عليا، احنا رسمنا الرسومات دي لهدف طبعا. احنا رسمنا الرسومات دي عشان نحسب الفيل فاكتور والافشنسي، ده الهدف المطلوب. طيب الفيل فاكتور بحسبه ازاي؟ كنت بحسبه من القانون اهو، الباور ماكسيموم على الفي او سي والاي اس سي. طيب فين الاي اس سي؟ الاي اس سي هي القيمه اللي هنا، هشوفها بكام؟ مثلا 9.5. طب الفي او سي هنا مثلا القيمه اللي هنا وليكن مثلا 40، فانا كده ايه؟ ده الفي او سي، وده الاي اس سي اللي هو شورت سيركت كارنت اوبن سيركت فولتج. طب الماكسيمم باور اللي بيطلع معايا لما ضربت الاثنين دول في بعض ورسمت رسمه الباور، ده الماكسيمم باور، ده حوالي 300 وحاجه مثلا، سي مثلا 305 310 زي ما يكون. فهحسب الفيل فاكتور للجزء الاولاني، وبعدين للجزء التاني هشوف برضو الاي اس سي والفي او سي والباور، وابدا احسب برضو الفيل فاكتور. هلاحظ حاجه مهمه قوي، ان الفيل فاكتور ده قريب من ده كقيمه، يعني زي مثلا 0.39 والتاني 0.4، او 0.4 والتاني 0.42 او 41، فرقمين قريبين من بعض، وهجيلك في الحته دي هنتكلم فيها. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تطلب منك هي الافشنسي، الكفاءة. دايما الكفاءة يا شباب، يعني تعريف أي كفاءة هو إيه؟ إيه مخرجاتك وإيه إنتاجك؟ يعني أنا بديك حاجات، أنت بتخرج لي إيه؟ فدايما الإفشنسي بتتقاس كده أوتبوت على إنبوت، يعني دايما كده. فهي عبارة عن البرسنتج بتاعة السانلايت اللي بتتحول لإيه؟ لإلكتريكال إنرجي، يعني إلكتريكال إنرجي ده الأوتبوت، والإنبوت بتاعي هو الإيه؟ السانلايت. طب لو عايز احسبها، هي عباره عن البي ماكسيمم اللي انا جبتها من هنا على الاي في الاي. ايه الاي ده هو السيرفيس اريا بتاعت السولار سيل، كام في كام؟ فطلعت معانا 5.5 سنتيمتر سكوير. طب الاي دي عباره عن ايه؟ الاي دي اللي هي السولار اريديانس، ده لو شعاع الشمس، او ان جنرال انا ممكن اقول عليها الاريديانس او الانتنستي، ولكن اريديانس اسم ساينتفك اكتر، فبقول عليها اريديانس. طب الاريديانس دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن وات بير متر سكويرد، يعني ده كده الاريديانس بتاعي، دي اليونت بتاعته وات بير متر سكويرد. طيب لو 5 لكس، 5 لكس يبقى انا هضرب الرقم في 5، يعني 5 في 683. طب لو 3 لكس يبقى 3 في 683، وهكذا. وأعوض هنا أحسب الإفشنسي بتاعتي قد إيه. كويس قوي. نبدأ بقى لآخر جزء، واي في الفاكتور از نيرلي كونستانت. ليه الفي الفاكتور يا جماعة كونستانت؟ تفتكر حتة الريكومباينيشن لوس؟ أكيد نسيت صح؟ احنا قلنا الريكومباينيشن لوس ده بيعتمد على إيه؟ اللوس بتاع الريكومباينيشن بيعتمد على الماتيريال بتاعتي. فالفي الفاكتور نيرلي كونستانت سواء زودت اللكس 5 لكس 3 لكس 2 لكس. ليه؟ لأنه بيدبند على الماتيريال، مش بيدبند على اللايت انتنسيتي. لأن 1 لكس 2 لكس 3 لكس ده اللي هو إيه؟ ده اللايت انتنسيتي، او يعني ان فاكت هو الاريديانس. كل ما بزود الاريديانس فتلاقي اللمبه كانها بتنور اكتر، صح؟ لكن ده ما يفرقش مع الفيل فاكتور في حاجه. ليه؟ الفيل فاكتور بيقيس البرفورمانس، الاداء بتاع السولار سيل. ماليش دعوه بقى الشعاع اللي انت مدخله من الضوء او مصدر الضوء بتاعك ايه، ما يفرقش معايا مصدر الضوء. انا اللي يفرق معايا كفاءه السيل قد ايه للضوء. مصدر الضوء ده ما يفرقش بقى معايا هل هو كان شديد كان قليل، ما يعتمدش. يعني انا مثلا لو جبت حتتين سولار سيل، واحدة حطيتها في شمس قوية جدا جدا جدا، والتانية حطيتها برضو في نفس الشمس في نفس الكونديشنز في نفس كل حاجة، هلاقي ان واحدة بتختلف عن واحدة. الفيل فاكتور بتاع واحدة احسن من التانية. معناها ايه؟ والاتنين زي بعض، معناها ان الماتيريال بتاعت واحدة افضل من التانية، وليكن بقى الماتيريال الاولى الافشنسي بتاعتها اعلى، وهكذا. فالاتنين نفس مصدر الضوء. طب افرض خدت نفس الاتنين دول عند ضوء غير الشمس، بقى انا ضوء كشافات،
هيفرق في حاجة؟ هلاقي مثلا ان اللي كانت وحشة بقت حلوة؟ لا طبعا، هتفضل الحلوة حلوة والوحشة وحشة. يعني الموضوع ما مش محتاج يعني. فالفيل فاكتور هو mainly dependent on material properties rather than light intensity. فدي الحاجة المهمة اللي انت تبقى عارفها. ونبدأ بقى بعد كده الشغل العملي، هو شغل بسيط جدا. الشغل العملي بقى بتاعي بيبتدي اول حاجة، الزرار ده بيتحكم لي في قيمة شدة الإضاءة. بص هنا قفلتها ابتدت تزيد تزيد تزيد، يعني هنا 1 لكس 2 لكس. هنا ده زرار بيتحكم لي في قيمة الفاريبل ريزيستور اللي بتتحكم لي في قيمة الفي والاي. وهنا ده طبعا السورس اوف لايت بتاعي، وعندي جوه الايه السولار سيل بتاعتي. هنا بلاحظ ان المؤشر ده على الكرنت يبقى بيقيس كرنت، لو المؤشر ده على الفي فبيقيس في. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا دلوقتي عايز اقيس اعلى في، فهجيب المؤشر عند الفي بالشكل ده، وابدا ان انا احرك الفاريبل ريزيستور لحد ما اوصل للماكسيمم في. ده كده الماكسيمم في خلاص. ده كده الماكسيمم في بتاعي. المفروض ان الماكسيمم في يديني مينيمم كارنت. بص اداني 0.02، يعني رقم تقريبا صغير قوي. وبعدين اقلل شويه اقلل شويه اقلل شويه، مثلا هتوصل معايا ل 3.3 مثلا، واشغل اشوف قيمه الايه الكارنت بتاعي قد ايه. وبعدين ارجع الفولت واقلل، وبعد كده وهكذا. وعندي بقى الزرار ده في الاخر ايه قيمة اللكس بقى انا بتحكم فيها من الزرار ده، ان انا بقى اوصله للتلاتة او الاتنين على حسب ما هو يطلب منك في الامتحان بتاعك. وكده احنا نكون خلصنا التجربة. تمام جدا، اعمل سبسكرايب للقناة ولايك لو الفيديو عجبك. بس كده، السلام عليكم.